السلام عليكم، وحشتني يا جماعة. كل عام وانتم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق، والمفاجأة في الرقاق بتاعنا هنعمله حلو قوي وخفيف وسهل، ومش هنستخدم الفرن، هنعمله على البوتاجاز بطريقة سهلة وبسيطة، وطريقة فرد حلوة قوي قوي، وكمان مقرمش من أول واحدة لآخر واحدة. هنستخدم معانا الدقيق بتاع المخبوزات، وهستخدم سكر، وهستخدم الملح، وهستخدم عمك بيكنج باودر. بطل رئيسي لازم تستخدموه، عشان هو ده اللي بيخلي الرقاقة هشة جدا جدا ومقرمشة من كل حتة فيها. يعني الرقاقية كلها على بعضها تلاقيها مقرمشة، مفيش حتة فيها ناشفة تضايقك وانت بتاكليها او تضايقك وانت بتسويها. بعد ما قلبت المواد الجافة مع بعض، هنزل بعمك مية دافية، وابتدي اشغل العجان وازود السرعة شوية بشوية لحد ما تشوفوا القوام اللي هشتغل عليه معاكم. ما تنزليش بالمية كلها مرة واحدة، تفضلي تنزلي المية على العجينة لحد ما تلاقيها لمت وبقت لينة في ايدك، او اول ما تمسكيها تلاقيها لينة، لسه مش ناشفة، مش عفوا مش ناشفة، وكمان مش محببة. يعني خلي ايديكي نازله بالميه شويه بشويه، تمام؟ وعينيكي شايفه بقى، خلاص بقيتوا شطار لحد ما تلمي العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه، ما تبقاش لازقه خالص. كده اكون انا عجنتها، ما بتاخدش 3 دقايق. عشان اتاكد ان العجينه بتاعتي حلوه لازم اضغط عليها الاقيها طريه وناعمه، واول ما افردها بايديا الاقيها بتعمل معايا ستريتش كده كبير، بتفرد معايا. لو قطعت مني اعرف ان هي لسه عايزه ميه، تمام؟ وابتدي اقطعها بقى الاحجام اللي انا عايزاها، يعني الحجم اللي انت عايزاه اشتغلي عليه. الحقيقه المره دي عملت حجم كبير، يعني عماله ادور على صينيه تكفي المقاس ده. المقاس ده موجود عندي في القاهره، لكن هنا مش لاقياه. هنا بقى هنعمل خطوه حلوه قوي، خطوتي الخاصه بتاعتي انا، يعني ما اظنش حد فيكم بيعملها. بعد ما قطعت او كورت العجين بالشكل ده، هدهن وشه ميه برضو. هدهن وشه ميه، ما تقلقوش، بس عشان ما يعملش طبقه من فوق، تمام؟ عشان هسيبه يرتاح شويه، هسيبه يرتاح عشان لما اجي افرده ما ياخدش مني 10 ثواني في الفرد. لكن لو حبيت افرده دلوقتي مش هيفرد معايا، لان العجينه لسه مجهزاها، فخليها ترتاح عشان اول ما افردها تفرد على طول. مفيش 10 ثواني تلاقيها اتفردت بالشكل اللي انتوا شفتوه بالظبط. وانتي بتفردي تحطي البتاعه دي، مش عارفه اسمها ايه، تفضلي تاخدي ايدك من النص، تمشي بايدك وانتي بتفردي لحد ما تروحي للاخر جزء فيها من النص، تلميها بالشكل ده، صوابعك وايديكي في النص، وتبتدي ايديكي تسحبي العجينه من الجنب، ايديك اليمين وايديك الشمال يسحبوا العجينه بره عشان تفرد معاكي. وعشان هي ارتاحت بتفرد بسرعه رهيبه. حقيقي اول ما ابتديت قعدت 10 دقايق 10 ثواني في واحده، لكن بعد كده لقيتها بتفرد مني اكتر من الاول بسرعه رهيبه جدا. هنا لازم البوتاجاز يبقى عالي، والجريل ده انا صورت لكم، هتشوفوا في اخر الفيديو المكان. انا رحت مارشلز وجبته من هناك، وصورت او انا بشتريه عشان، وفي حاجات كتير هناك شوفوها مي بتعجبكم. وهوديها على البوتاجاز وانا معليه درجه حراره البوتاجاز، وكمان البتاعه سخنه قوي 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 عشان اول ما احطها ما تكتمش. عايزه اقول لو لسه بتزوروا القناه وما عملتوش اشتراك، اعملوا اشتراك وحطوا لايك، شجعوني وادعوا لي دعوه كبيره حلوه قوي من قلبكم. شكرا لكل اهل السعوديه اللي عاملين يقولوا احنا دلوقتي بندعي لك من هنا وندعي لك من هنا. الحقيقه ربنا يكتب لنا جميعا كده الوقوف على جبل عرفات، اللهم امين. كل عام وانتم بخير في كل انحاء العالم، احبابي وعائلتي واصحابي، كل حاجه حلوه حقيقي قدمها لي اليوتيوب، الحمد لله. هنا بصوا عامل ازاي، تقولوش خبز، انسوا. وعلى البوتاجاز ولا فرن ولا هط ولا اي حاجه، ما بتاخدش 10 ثواني، لازم بسرعه الحقيقه، لان البوتاجاز عالي، درجه الحراره عاليه. اول ما بتحطيها على طول بتروح منفوخه بالشكل اللي انتوا شفتوه وتاخد لون، فلازم ايدك تبقى سريعه، وخلي بالك لا تتلسعي، لان الجريل ده اول ما بيسخن بيبتدي يبدع. زي ما انتوا شايفين ما اخدش مني وقت نهائي حقيقي. بيقولوا عندنا في مصر قرفته حلوة، يعني اول مرة اعرف يعني ايه قرفته حلوة. انا كنت مبسوطة جدا جدا جدا. طري. ابو علي دخل عليا طبعا، بس الحمد لله كنت طافية الكاميرا. وبعدين قال لي ايه ده،
إيه الريحة دي؟ انت قلبت البيت، انا ممكن اخد واحد؟ تخيلوا بقى، هو بيقول لي انا فاشله ما بعرفش اعمل حاجه، ممكن اخد واحد؟ قلت له اه اوكي، بس فين وفين يعني، في النهايه صوب عليا واكله مع عسل، والله رقاق. تخيلوا. يلا انجوي. هنا بقى خطير، هسيب لكم المقادير جوه صندوق الوصف ما تقلقوش. المكونات سهله قوي، ميه ودقيق. الميه تكون دافيه، لازم تسيبي العجينه ترتاح شويه حوالي نص ساعه، لو عايزه تسيبيها اكتر يبقى حلو قوي، لو عايزه تحفظيها في التلاجة تاني يوم لما تبدي تعمليها. ده الشكل، خفيف خفيف والله قوي قوي، ومقرمش من اول لاخر واحده، ولا واحده باظت ولا واحده اتكسرت ولا واحده اي حاجه، كنت بتعامل معاه برفق. شايفين قد ايه؟ سامعين صوته؟ صوته صوته كده ايه يعني، كأن عازفة على الجيتار، حلو قوي، طعمه هايل، فكرني بأيام ماما الله يرحمها. حقيقي تبارك الله، مبسوطة قوي بنفسي ان انا عملته، لاني عندنا غالي هنا، وفي نفس الوقت بتلاقيه مسمر شوية ومجلد، مش خفيف زي ما انا عاملاه، يعني رقيق زي ما انا عاملاه بالشكل اللي انتوا شفتوه. وريتكم السمك اللي انا اشتغلت عليه في الفيديو، بس انا كنت بحكي معاكم التفاصيل، فاعملوا الارتفاع ده عشان يعمل معاكم نتيجة حلوة قوي قوي. بصوا قد ايه جميل وخفيف وحلو قوي قوي. حقيقة انا حطيت اللقطة دي في النهاية بس عشان الاضاءة، كنت في الشمس وانا اتحرقت من الشمس. بصوا القرمشة، محتارة اعمله باللحمة ولا اعمله بالعسل، عمالة افكر. اكتبولي اكتبولي يا جماعة. هنا رحت لقيت المقاسات دي فجبت اكبر مقاس، كانت اخر واحدة. اه والله قلت انا لاكي، مع اني رايحة بالصدفة البحتة هي اللي دخلتني. شفتوا البرايس هايل. ما تنسوش تعملوا لايك وتابعوني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس، هسيب اللينك بتاعها جوه صندوق الوصف. انجوي، كل عام وانتم بخير. ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة من قلبكم، وانتظروني في وصفات جامدة، وادعوني هعمل لكم حاجات حلوة عشان العيد. انجوي يا جماعة، كان معاكم حبيبة، السلام عليكم.